انا بعمل دور اسمه ياسر ابن خالد علي ربيعه وكريم فهمي. المفروض بشتغل مذيع في برامج المسابقات وكده. وبيحصل كذا موقف كوميدي، يا رب يعجب الناس باذن الله يعني. لا بالعكس، هو الخوف خوف ايجابي مش خوف سلبي، يعني خوف بيخليك تطلع كل اللي عندك، تشتغل على نفسك، تعمل حاجات جديده للناس بحيث ان انت تظهر بشكل مختلف عن الفيلم ده والفيلم اللي قبله، حاجات كتير يعني. فيا رب يعجب الناس، كلنا بنشتغل، كلنا بنبقى في سبق لخدمه المشاهد اللي هو عايز يتفرج على افضل منتج موجود. ان شاء الله يعجب الناس جدا، لان احنا الحمد لله قريناه من ساعه ما قرينا الورق واحنا بنضحك فاشتغلنا عليه اكتر، فيا رب ان شاء الله الناس تتبسط منه، لان الفيلم حلو جدا، فكرته جميله قوي يعني. لا انا عايز اقول لك ان الحاج احمد والحاج محمد السبكي الاثنين بيعملوا الافلام اللي ذوق الناس هو اللي بيفرضها. بيعملوا فيلم فيه رقاصه وفيه مغني الناس بتخش وبيجيبوا ارقام كبيره، فبيعمل فيلم تاني زيه. فيلم حسن وبولس ما فيهوش رقاصه، الناس شوف هيجيب كام. فمن خلال الحاجات دي هو دوت اللي بيحدد للمنتجين يعملوا نوعيه الفيلم عامله ازاي، مش المنتج اللي بيفرض الرقاصه على العمل. لا، الجمهور ما بينجح فيلم فيه رقاصه يبقى خلاص، يبقى منتج عشان هدفه الربح بيعمل افلام اللي الناس بتكسبها. فاحنا الحمد لله الحاج احمد والحاج محمد عارفين ان احنا جمهورنا عائلات، وجمهورنا بيحبنا لان احنا ما بنعملش حاجه خدشه للحياه. فالفيلم دوت وافق ان هو من غير رقاصه مفيش مشكله، ودلوقتي الجيم كله عند الجمهور. لو نجح الافلام ديت اللي هي ما فيهاش رقاصه ما فيهاش قله ادب، هيفضل ينتجوا الافلام دي كتير. هي دي الفكره كلها.